هو أنا ليه بخسر في الديفيجن؟ أكيد كل واحد فينا سأل نفس السؤال ده. تعال نعرف الإجابة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده قبل أي حاجة انزل اشترك في القناة وفعل الجرس اللايك الجميل بتاعك. النهاردة بإذن الله جايين نجاوب على سؤال أكيد كل واحد فينا سأل نفس السؤال ده. ليه أنا بخسر في الديفيجن؟ بص يا صاحبي، حكاية الديفيجن وإن أنت تخسر في ماتشات الأونلاين، سواء في الديفيجن سواء ماتشات ضد أصدقائك، دي يا صاحبي بيبقى فيها عاملين. العامل الأول عليك أنت وعلى مستواك، تاني حاجة على تشكيلتك. لان انت ممكن يكون مستواك حلو جدا، ولكن في حاجات كده يا صاحبي في تشكيلتك لو مش مظبطها هي بتكون سبب ان انت تخسر. زي ايه مثلا؟ زي مثلا ان انت يا صاحبي ما بتكونش مظبط تشكيلتك صح، مش بانة تشكيلتك صح، في مراكز غلط. بانة تشكيلتك ما بتعتمدش على اساليب اللعيبة، حاطط التشكيلة وخلاص، حاطط التشكيلة على حسب اللاعب ده مشهور، انا اعرف ده انا ما اعرفش ده، انما ما ببصش لاسلوب اللاعب. طب اسلوب المدرب، طب انا بلعب كويك كونتر ولا بوزيشن، طب انا بلعب لونج بول ولا اوت وايد. في حاجات يا صاحبي لازم تعرفها قبل مستواك، حتى لو كان مستواك وحش فانت لازم تنفذ الحاجات دي معايا. اول حاجه حراسه المرمى. حراسه المرمى لو انت لسه بادئ اكونت جديد عندك نوير ده جامد جدا يا صاحبي. عندك برضو في دوناروما الحراس البيزك، في اليسون، في يا صاحبي كورتوا من افضل الحراس في اللعبه. تعالى بقى نخلصنا كده من مركز حراسه المرمى. تعالى كده نخش على الدفاع، سواء سي بي او ال بي. قصه الدفاع دي يا صاحبي فيها مشاكل كتيره جدا، وحاجات لو ما عملتهاش هتندم ندم كبير جدا. ايه هي؟ ان انت تبني خط دفاعك ما تعتمدش على اساليب اللعيبه. زي ايه؟ زي يا صاحبي اقول لك ان الدفاع كل مدافع وليه اسلوب لعب. لما نخش كده على دي ليخت هتلاقوا اسلوب لعبه بيقول لك بلاينج ستايل بيلد اب. هو ايه البيلد اب؟ البيلد اب ده يا صاحبي اللي بيبدا معاك الهجمه، اللي بتبدأ من عنده الهجمة بتلاقي عنده البساط عالية. الراجل ده لما الخصم بيبقى جاي عليك ما بيندفعش، ما بيبيعش نفسه وبيتأخر. الأسلوب ده له مميزات وله عيوب. من مميزات البيلد أب إن المدافع بيبقى مكانه، ما بيندفعش، ما بيهاجمش، بيفضل ثابت في مكانه، فبتلاقيه صاحبه متمركز صح. إنما من عيوبه إنه بيتأخر، ما بيضغطش على الخصم يا صاحبي، ما بيندفعش، فدي عيوبه. انما مميزاته انه ثابت في مكانه وبتلاقيه متمركز صح. ده اسلوب البيلد اب. لازم يكون في تشكيلتك مدافع بيلد اب، لازم ولا بد تشكيلتك يكون فيها واحد بيلد اب. تاني واحد معانا الدستروير. الدستروير ده اللي هو المحطم ده بقى اللي بيندفع، اللي بيروح للخصم، ما بيستناش الخصم يجيله، ده بيندفع وهو اللي بيروح للخصم. الخصم جاي له بتلاقيه ساب مكانه واندفع. فانت لازم يكون معاك يا صاحب افضل ثنائيه، يكون معاك واحد بيلد اب وواحد دستروير، بحيث لو الدستروير اتقدم عشان يضغط البيلد اب يغطي مكانه. فانت ما لاقيش واحد لعب لي بتنام بيلد اب ويقول انا بخسر ليه. فانت طبيعي انك تخسر لان انت بتلعب لي بتنام بيلد اب او اتنين دستروير. اتنين دستروير انت اي ثرو لوب او ثرو جامد او حتى باصه جامده هتعدي من خط دفاعك، لان انت الاتنين السي بي بتوعك الاتنين دستروير، فالاتنين بيتقدموا. فانت المهاجم لو مبابي بقى مهاجم سريع هالاند بتلاقيه اخترق دفاعك وراح على طول انفراد. اي كره عرضيه، اي ثرو لوب، اي ثرو ارضي، باصه جامده بتلاقيها بتعدي من الدفاع لان انت لعب باتنين دستروير. ما ينفعش يا صاحبي تلعب باتنين بيلد اب او اتنين دستروير. في برضه اسلوب تاني اللي هو اكسترا فرونت مان. الاسلوب ده انا ما بحبوش ما يستحسنش انك تلعب بيه اصلا. هو انا زي ما قلت لك افضل ثنائيه واحد بيلد اب واحد دستروير. نخش بقى على الباكات. الباكات دي يا صاحبي ال بي والار بي بيعتمد على اسلوب لعبك. يعني لو انت بتلعب كويك كونتر، هجمات مرتده سريعه، فانت اكيد ان انت طول الوقت بتبقى مضغوط، الضغط عليك انت. فانت لما بتقطع الكوره عايز ناس سريعه، عايز ناس تهاجم، عايز تقلب الهجمه بسرعه، فانت لازم يكون معاك الباكان صراع. ده اول حاجه. لازم يكون الباكات بتوعك الاتنين هجوميين، او على الاقل
يكون واحد هجومي وواحد دفاعي شويه او واحد دفاعي. انما ما ينفعش تحط لي 2 دفاعيين وتقول لي بلعب كويك كونتر، انت كده بتهزر ولازم تخسر. ها؟ لكن يا صاحبي انا بلعب كويك كونتر لازم يكون معايا البيكان صراع جدا ويكون الاثنين هجوميين. يعني زي لما انا قدامك يا صاحبي بلعب بارنولد وكانسيلو. يعني ارنولد معروف انه بيتقدم عرضيات جامده جدا، وكانسيلو بيلعب معايا ار بي في ال بي جامد جدا كانسيلو، ودفاعيا كويس كانسيلو. انما ارنولد انا بحاطط ارنولد لان انا بعتمد على العرضيات بتاعته، بعتبر ان هو بيزيد قدام. ارنولد ما بيفضلش مكانه، ارنولد بيزيد. فده قصه خط الدفاع. زي ما قلت لك لازم واحد بيلد اب وواحد دستروير. فاتمنى صعب اكون فهمت قصه الدفاع دي معايا. لو وصلت معايا لحد هنا اكتب لي تحت رقم 3. نخش بقى على السي دي ام او الارتكاز. الارتكاز ده يا صاحبي يستحسن ان يكون عنده البساط كويسه، ويكون يا صاحبي عنده البدني قوته البدنيه عاليه، لانه بيبذل مجهود جامد جدا. المركز الارتكاز ده صاحبه مهم جدا. يعني عندك هنا لو هنتكلم على تشكيل شاف لايمر يا جدعان، كلنا واخدينه مجانا. بص الخريطه بتاعته. يعني زي ما بقول لك السي دي ام او الارتكاز لازم يكون عنده البساط عاليه، يكون البدن بتاعه عالي، طاقاته الدفاعيه كويسه، عنده مهارات دفاعيه كويسه جدا، لانه مركز مهم جدا في التشكيله، اللي هو مركز السي دي ام، من اهم مراكز التشكيله. المحور هو اسمه الارتكاز. هو ده صاحب اللي بياخد الكره من الدفاع ينقلها للهجوم. فانت لو واحد عنده البساط ضايعه هينقل لك الكره للهجوم ازاي؟ هو البساط ضايع عنده اصلا، فهو هينقل لك الكره للهجوم ازاي؟ فلازم يكون صاحب عنده البساط كويسه، يكون قوه بدنيه جباره، يكون راجل عنده طاقاته البدنيه كويسه، بيعرف يباصي. احسن ناس طبعا معروفه كازامير، وعندك رودري، عندك كيميتش. انا طبعا اللي بالنسبه لاكونت انا جديد فانا حاطط لوكاتيلي، عندي بره لايمر، عندي يا صاحبي هو ده الموجودين معايا اللي بلعب بيهم فيه. دوجلاس لويس برضه ده بره خالص. فده كان بالنسبه للسي دي ام. مركز مهم في التشكيله لازم تراعيه. عندك بعد كده لو هشرح بالنسبه لتشكيلتي انا، فانا كده هبص على الار ام والال ام. الار ام اف والال ام اف يا صاحبي دول بيعتمدوا على اللاعب اللي وراهم. يعني لو جينا بصينا على كارلوس سولر اللي هو الار ام، فانا حاطه بالنسبه لارنولد لان ارنولد بيزيد، وسولر ده اصلا ار بي، فبتلاقيه بيغطي على ارنولد. فلو واحد فيهم زاد بتلاقي التاني غطى مكانه، لان النسخه دي اصلا ار بي. فدي ميزه بالنسبه لي، لان انا مستغل الجبهه دي هجوميا وكعرضيات. انما لو رحنا الناحيه التانيه تلاقي عندك كانسيلو ونيمار. نيمار مستحيل يدافع لان نيمار هجومي اكتر، فانا حاطط كانسيلو. وكانسيلو يا صاحبي ده ما بيتقدمش، او لو اتقدم لان انا ما بلعبش على الجبهه دي اصلا. انا كل لعبي على جبهه ارنولد وكارلوس سولر، لان انا بعتمد على المرتدات والسرعات. ونيمار طبعا مش السرعه اللي هي نيمار مهارات بقى وار 2، انما انا عايز سرعه. انا من النوع اللي انا بستقبل الضغط، استقبل اللعب، واضرب الخصم في المرتدات. اخطف مرتده بمبابي، ثرو بقى من بيلينجهام، اخطف بسولر بالسرعه، اروح بارنولد من على الاطراف واعرض. بيلينجهام بقى اللي انا بلعب به هو البلاير ده صاحبه بلاقيه عند منطقه الجزاء بتاعت الخصم، بلاقيه عند المرمى بتاع الخصم. هو البلاير بيزيد طبعا مع المهاجمين، نسخه جامده جدا. عنده صاحب مركز صناعه اللعب ده مهم جدا، لازم يكون شويت. بالنسبه لبيلينجهام كارت جامد جدا، شويت بصير، بيلعب كويس جدا، بيدافع، بلاقيه يرجع يدافع. عندي نيمار بيلعب في صناعه اللعب، عندي ميسي، انما ميسي انا بستغله شوط تاني ولا هنجيله ميسي برضه دلوقتي. فانا حاطط بيلينجهام في المركز ده. بعد كده عندي في الهجوم انا بعتمد يا صاحبي في الهجوم على نوعين من المهاجمين. بعتمد في الهجوم بتاعي ان يكون معايا واحد تقيل. التقيل ده انا بعتمد على ان هو فينيشر ويلعب بدماغه. وانما الخفيف ده مبابي بعتمد على السرعه بقى والتحركات، وبفضل التقيل انه يخش يفنش ويلعب بدماغه. ده بالنسبه للتشكيله. لو نفذت الحاجات اللي انا قلتها لك دي مستحيل تخسر، وحتى لو خسرت هتتحسن. ما انا لو الوقت لما اكون لسه بادئ اللعبه مش هبقى مميز من اول ماتش ولا 2 ولا 10. انما لو نفذت الحاجات المهمه في تشكيلتك دي الخلاصه. لو نفذت انت الكلام اللي انا بقوله لك ده، انت كده ده الباقي بيعتمد على مستواك انت. كده تشكيلتك خلاص تمام. نخش بقى على الدكه. وعملنا حلقه مهمه جدا
في القناه، ارجع لها العنوان بتاعها ازاي تبني تشكيلتك صح. كلمتك على الدكه، ولكن هكلمك عنها تاني دلوقتي. هنتكلم عنها تاني دلوقتي. الدكه مهمه جدا، من اهم حاجه في اللعبه يا صاحب الدكه. دكتك دي كفيله ان هي تغير لك المباراه. لو انت مغلوب ممكن تكسبك، ممكن لو انت مش مستهم بالدكه وفايز الخصم يقلب عليك الماتش ويكسب. ازاي؟ هقول لك ان انت لازم كل مركز في التشكيله يكون ليه بديل بره على الدكه. ازاي يعني انا المهاجمين، انا بلعب باتنين، لازم يكون معايا اتنين مهاجمين بره. صانع اللعب انا عندي بدائل في صناعه اللعب. عندي نيمار ممكن يلعب صانع لعب، عندي دوكو لو حطيت نيمار احط دوكو مكان نيمار. لازم يكون ده في دماغك. عندي ميسي، ممكن لو احتجت ميسي انزله في صناعه اللعب. لازم تعمل كده، لازم تنفذ اللي انا بقوله لك ده، لازم تعمل كده في تشكيلتك. هي دي الاساسيات. الدفاع لازم يكون معاك ار بي وسي وال بي. انا حاطط لوكاس هرنانديز يغطي على السي بي ويغطي على ال بي. عندي بافارد يغطي سي بي وار بي. لازم انت تعمل كده. عندي لايمر يلعب في السي دي ام. عندي ديبول، عندي تيل ده سوبر صاب الشوط الثاني. عندي اوسيمين بيغير مع رونالدو على حسب الحالات. انت لازم تعمل كده، لازم تعمل كده في تشكيلتك يا صاحبي. الحاجات دي اللي انا قلتها لك دي، سواء ترتيب الدفاع او ان انت تبني تشكيلتك بحسب اساليب اللعبه زي ما قلت لك. لو نفذت الحاجات دي زي ما انا قلت لك، انت كده مش محتاج اي حاجه غير ان انت تلعب كتير تحسن مستواك. وبرضه يا جدعان المدربين، ممكن تكون ان انت بتلعب باسلوب غلط. لازم المدربين مهمة جدا ان انت تختار المدرب الصح، وما اختارش مدرب وخلاص. اختار المدرب على حسب الاسلوب اللي انا بلعب بيه. ما يجيش واحد بيلعب بوزيشن جيم ويروح يجيب لك كلوب، واحد بيلعب كويك كونتر ويجيب له جوارديولا. ده على حسب المستوى اللي انت تلعب بيه. انا راجل بلعب كويك كونتر راح اجيب عندي كلوب، عند المدرب بتاع اليوفي. بلعب اوت وايد احسن واحد فيه توخل. بلعب لونجو بالكونتر بالنسبه لي انا دلوقتي، فانا بلعب اللي هو سيميوني بتاع اتلتيكو مدريد. لو انت برضه بتلعب اللي هو البوزيشن عندك جوارديولا، فهو عندك تشافي في البوزيشن. فهي كده. لكن ما اجيش انا بلعب كويك كونتر واجيب كل جوارديولا. اتمنى تكون فهمت، اتمنى تكون الفكره وصلت لك. لايك واشتراك، محتاج اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات. وسلام يا اخوي.